عسلامة، مرحبا بكم في قناة سيكلا مع ويب تي في. اليوم باش نقدموا الموسم الدراسي اللي مازال كيفاه وبذكريات اللي قعدت لنا معاه. اليوم معايا ضيوفي خالد الزرلي، لينا بوغاني، غالية جناية وزينب عبد الرؤوف. عندنا مقاييس اللي هما المدرسة، بناء ومراقبة، تعامل الأساتذة، سلوك التلاميذ، الإدارة، الأنشطة والتوقيت. باش نقيموا كل مقياس. عندنا لوحات، كل لوحة عندها معنى. اللوحة الحمراء هي متواضع من 1 إلى 4. اللوحة السوداء متوسطة من 5 إلى 6، واللوحة البيضاء حسن من 7 إلى 10. المقياس الأول كما قلت المدرسة، بناء ومراقبة. خليل. زوز بيوت خاطر في الآونة الأخيرة مش من أول العام، سنة في الموسم الدراسي هذا. في الآونة الأخيرة قامت مدرستنا بتصليحات كبيرة برشا، ساهمت إنه المدرسة تتطور ويكون عندها رونق خاص بها. اون بليس زاده معناها ما عادش فما يكتبوا طويول الكل، خاطر كي لاحظت مثلا تدخل أي كلاس تلقى طويول فوقها خشبة كي بيبة مزيانة، فهمت؟ معناها كيما قلت لك معناها المدرسة ولات عندها رونق خاص، معناها ما عادش كيما قبل. اون بليس غير السنة زاده فما عوامل أخرين بمساهمة زاده المؤسسة ومديرنا. نجحنا أنا ندهنوا زاده المدرسة نتاعنا وكها. عايشك على الملاحظة. عندك نفس الملاحظة ولا؟ اي انا عندي نفس الملاحظه نتاع خليل. اما باش نزيد حاجه اخرى، هما في يعني في العوامل الاخرى مثلا كي نقارنوا الكوليج نتاعنا بكوليجات اخرين نراو اللي يعني نحن في نعمه كبيره. وزيد الكوليج نتاعنا يعني هو صارت فيه برشا تصليحات ولا يعد من احسن يعني الكوليجات في الولايه. دونك غالية، لينا نتصور عندكم آراء مختلفين عليها. أنا نرى اللي صحيح اللي فما برشا تصليحات، ونرى اللي الكوليج بتاعنا فيه رونق وجمالية والمساحة يعني جميل. أما في برشا نقص نتاع تطوير الكراسي وبرشا كلام سامحني نخص عليك حتى انا خالفه في الراي. خاطر نحن فما حتى نهار دخلنا مثلا نقسم لقينا طويل ناقصين ولا كراسي ناقصين، ديما اي هي موفرت لنا كل شيء المدرسه. يعني نحن كل ما ندخل يعني اي قاعه نقعدوا اي والله بالحق فما برشا نقعدوا. اما فما برشا تلامذه قاعده تستهتر وقاعده تكسر في الكراسي. اي نحن توا نحكيو على المدرسه يعني في العموم، مانيش نحكيو على التلامذه. دونك يعني نحن فما حتى نهار نتذكر اني دخلت المدرسه وما لقيتش كرسي نقعد عليه ولا مشيت ركبت على كرسي. باهي نحترم رايك. اما زاد حتى مثلا فما الحمامات، فما زاد الحمامات كيما يعني ملوثين برشا. غالية عندكم زيد؟ اي انا هذا خذيتها كحله خاطر متوسطه. كما فما برشا ايجابيات فما برشا سلبيات. مثلا الايجابيات اللي فما ساحه كبيره وتوسطها علم وبرشا معناتها حديقه باهيه على الاخر، وكيما ترميم المدرسه خاطر كانت مدرسه معناتها خايخه ولات مريقله على الاخر. وزيدا فما سلبيات اللي هي مثلا فما برشا كتيبه في الطواول، كما فما برشا كلاسات مسخين مكسرين لما حنا ما نستعملهمش وكهو. عايشكم. توا المقياس الثاني سلوك التلاميذ. تفضل سلامي. كلكم كيف متوسطة. تفضل غالية. خذيت متوسط خاطر فما سلوك تلاميذ يستاهل. معناتها فما تلاميذ يحكيو بالباهي متربين، كيما فما عباد قليل التربية. معناتها قلة أدب، فما برشا قلة أدب في الكوليج. معناتها يحكيو ب10 واحد مع الكرافات وعادي معناتها ما قلقهمش. عندك إضافة؟ انا نشارك غالية الرأي على خاطر فما برشا تلامذة يعني يعني يقدروا البروفات وهما مثال
التلامذة الآخرين، والثلاثة الآخرين فما المدرسين يسعوا إنهم يحسنوا من سلوكهم قبل الحديث. والله إذا فما تلامذة مقصرة ياسر في دراستها، أو بلوس مثلا أنت تدخل الكلاس تلقى البروف يصيح ويبرع بالشي، معناها يعطيك جهده كله باش يوصل لك المعلومة. أما فما تلامذة معناها ما تراش بيه، معناها ما تقدرش المجهودات اللي قدمها الواحد. وكاو معناها فما تلاميذ مثلا نقولوا نحنا الضعاف اللي يدخلوا مثلا لزون دو غشا وكل التلامذة ذوك مثلا يجوا بالفارغ في الكلاس. انت شو عندك باش تعمل؟ مثلا اقعد في دارك، جاي انت للكلاس باش تعطل ساير الدرس، غير جاي باش يحب يقرا. صحيح. إنه مزيد. أنا نوافق زين من القناة اللي تلوث ذاك الناتج على التلاميذ عن سلوكهم. صحيح ذاك الناتج على التلاميذ خاطر التلاميذ كان جاو لهين بالكوليج نتاعهم ما يحبوش يلوثوهم ويحترموهم، ما يبداش الكوليج بحال هذيك، راهو جا كوليجنا أرقى وأحسن. نوصلوا توا المقياس تعامل الأساتذة. هذا معكم زينب لينا وخليل كما حسن وغالية تخلفهم حتى المتوسط. فما لا ماجوريتي نتاع الأساتذة باهيين، أما فما الخايبين مثلا كيما يعطيو فما الأساتذة باهيين معناتها يعطيو الكور بالكدا يرسموه يعملوا في السبورة، فما يكتبوه في السبورة، فما معناتها الأساتذة الآخرين يقول التلامذة نتاعو معناتها عادي برا يمشي يقرا المكتبة ولا يمشي ياخذ الكور وما يبقى يفسر معناتها. عندكم حاجات تفضلين؟ نخالف غالية الرأي على خاطر البروفيسور اللي يقولنا برا مش المعود يعني يجيبوا الكور يعني بعدين يجيو يفسروا لنا، أما جست باش نربحوا الوقت يقولهم برا يجيبوا الكور يعني باش ما يقعدش يكتب في السبورة. لا أنا ما نقصدش هكاك، نقصد قد كملين وكمل. تفضل زينب. أنا نقول إن الأساتذة باهيين برشا في تعاملهم مع التلامذة، فما أساتذة يتعاملوا بلين مع التلامذة، أما فما أساتذة يتصعبوا شوية، أما كي يتصعبوا هذاك كله في مصلحة التلميذ يعني هو كي يعيط عليه راه في مصلحته، فما تلامذة ما تفهمش الشيء هذا، هو كي يعيط عليه راه في مصلحته يعني ومثلا كي يقولوا اخرج اخدم في التابلو. عايشك زينب خليها عند بضيفة. والله نشارك زينب في الرأي، ما نخالف فيه الجملة زينب. الأساتذة الكل معناها من غير حتى معناها ما فماش فرق ما بيناتهم، كلهم باهيين، كلهم تعدى بحث أي كلاس تلقاهم يبذلوا في مجهود ويصيحوا ويعيطوا، هذا كله جوست علاش باش يوصلوا لك أنت المعلومة التلميذ اللي جاي يقرأ. هاي مالغري سا فما تلامذة إذا جيت تعدي في وقت وقيت وتروح معناها. غالية عندك ما تناقش؟ انتم عندكم تناقشوا غالية؟ نتعدوا للمقياس الرابع اللي هو الإدارة. تفضلوا زينب. الأربعة بيوري عندها حسن. تفضل زينب. والله أنا نشكر الإدارة والطلبة والكل على خاطر بذلوا مجهوداتهم الكافية، مجهوداتهم الكافية في العام الدراسي باش حاولوا انهم يكافحوا كالتلاميذ الخايبين، وفما تلامذة بالمجهودات نتاع الأساتذة وتاع الإداريين وتاع القايمين رجعوا ولاو قرارين وياخذوا في نوتات باهية، وهذا كل الفضل نتاعو هو الإدارة. كما زاد عندنا إيجابية أخرى في الإدارة، مثلا كما نقولوا تلامذة سيتيمانية ما عندهمش كتب ولا كرارس، يجيوهم العباد الإدارة تجي من الويتيماني يقولوا مثلا كان عندكم كتب نتاع سيتيم ما حاجتكمش بهم يجيبوهم للإدارة، بعد الإدارة تعطيهم التلامذة اللي يستحقوا ما عندهمش كرارس وكلش. عايشك غالية إضافة؟ نوافق زيادة غالية في الرأي، أظن زيادة الحملة اللي عملتها بعض الأساتذة وبعض القائمين زيادة، ونشكر زيادة مدام سعيد ومدام سوني عابد خاصة خاطر هما اللي يجيو في الحملة ديا نتاع الكتب الناقصة، فما تلامذة خاطر ما تقدرش ما عندهاش باش توفر الأدوات المدرسية تاعها، دونك رادها مدام سوني ومدام سعيدة
راهو هكا واجب انهم مثلا صحيح تكونش مزيه معناها واجب عليهم وكاو معناها نقدر زاده المجهودات اللي تعملهم الاداره الشؤون الماليه والتصرف في التلاميذ وكل حاجه رائعه زاده. كانت على سلبيات الحق انا عندي مالي سلبيات في الاداره بين مجهوده واكثر زاده حسب مرة معناها في الحفل الكل. عندي إضافة؟ عندي إضافة. أنا رأيي الإدارة قائمة مجهولة ونحاول إنه نحسن من سلوك التلاميذ. مثلا عندما نلاحظ زياد مثلا ظاهرة العنف عملنا حملة ضد العنف. عندما ظهرت ظاهرة الإدمان عملوا حملة حول الإدمان. يعني قائمة مجهولة. ما عندكمش ملاحظة على القوانين اللي عملتهم الإدارة؟ والله الراب قوانين مناسبة جدا مراهيش كسار ما تجاه التلاميذ. التلاميذ كان يقصروا وقتها قدام عينيهم تتحدد الرؤية متاعهم يراو مسار مع القوانين. أما كانت على القوانين معناها قوانين مناسبة جدا جدا زاده كهو مناسبة القوانين. عايشة نتعداو للمقياس الخامس اللي هو الأنشطة. تفضلوا أرواحكم. عندنا زوز حمر واحدة سوداء وواحدة بيضاء. تفضل زينب. أنا رأيي ما فماش أنشطة كبيرة في المدرسة مثلا حتى السبور عام كامل ما قريناش نحنا. صحيح سي رضوان بذل يعني جهد كبير باش يقرينا أما لو يعني فما أوقات مؤخر على التلامذة وزيد يعني في الليل نحنا جات أوقات يعني مثلا احنا نتمنوا من 3 ل 5 يعني لو في الليل فما جات أوقات ظلام ومطر يعني ما نجمناش ولا زي فما صلاة في الكوليج نمشيو هاي وفما ونمشيو بعيد يعني ونخرجوا وفما مثلا حاولت تصير راهي برشا حاولت تصير في كي نخرجوا من المدرسة باش نمشيو مثلا للسال دو سبور هذاك علاش لازم فما نحس فما تقصير في الأنشطة وما فماش برشا أنشطة. لين عندك إضافة؟ موافقة على رأيي. غالية؟ صحيح معناش نحنا برشا معناش جملة أنشطة أما معناتها نسميو محظوظين اللي عندنا سبور خاطر فما برشا عباد آخرين ما عندهمش سبور ما عندهمش بروف يجيب سبور. أما إحنا حتى كي عندنا سبور باقي ما مارسناش السبور. أي نعرف أما كنا نجمو نحنا عندنا بروف نجمو نمارس معناتها كنا البروف بذل يعني مجهوداته باش يقرينا أما فما الأوقات ما سمحتش. عايشة غالية. خليل. والله أنا نوافق زاده زينب بالرأي. مثلا عندنا سبور نحن كيما قالت غالية فما برشا كوليجات ما يديرولوش الجملة زاده. مثلا أنا واحد من الناس روحت مؤخر في السبور براكاوي قلبوني في 10,000 حسيت ذاك علاش وليت ما نحبش الكل أما ما نجموش نلومو زاده الأستاذ خاطر مش هو اللي يتحكم في الوقت وبلس لازمنا نذكروا راهو اللي بروفيت السبور ديما الطقس يتحكم فيهم مش ديما الطقس يبدا صافي به. غالي عندك اختلاف معاك؟ عايشة. عندي حاجة أخرى مثلا نحن ما نعملوش التربية المسرحية اللي هي ماجدة أما نحن ما نمارسوش فيها التربية المسرحية. ما عندناش أساتذة. أي كانت تنجم الوزارة تعمل تبعث لنا يعني أساتذة خاطر فما برشا أساتذة ينتظروا باش يعني يباشروا العمل. نحن مثلا ما عندناش أساتذة تاع تربية مسرحية. أما ينجم يكون الوزارة عندها برشا أساتذة ينتظروا خاصين بمادات أخرى مش التربية المسرحية. هما لوجوا على التربية المسرحية أساتذة أما ما لقاوش. هذا مش برشا. مش برشا أساتذة يحبوا يمارسوا التربية المسرحية. عايشكم على الإجابات. نتعداو لآخر مقياس اللي هو التوقيت. تفضلوا في جوابكم. خليل لينا وزينب كيف الرياض اللي عندها متواضع. حسن وغالية متوسط. فما توقيت باهي فما توقيت خايب خاطر ساعات ما عادش عندنا يولي يلصقوا الاوقات لبعضها معناتها خاطر الماتيريات معناتها لازمنا نقرا برشا ماتيريات كيما نقولوا راكلافاج يولينا ضيق وقت ومشيرة أخرى باهي خاطر فما ساعات ما نقراوش على شيء. عايشة غالية. خلي ريت اللي أنت بدلت رأيي عليه. فكرت مليح لقيت اني لو قعدت مش مناسبة جدا للثلاثة. لو قعدت مثلا كوليجنا مثلا كوليجنا توا الايامات هذيا حسب سنوات الفارطة قاعد يصنف من افضل من المدارس في ولاية بن عروس. دونك كيفاش مثلا
فما برشا عباد مثلا يبدا تبدا تسكن بحذا فما برشا كوليجات، اما تبدا مثلا تحب تقرا في الجمهوريه خاطر بالطبيعه نحن كوليجنا متفوق في صحيح السي في باين، نتائج لي ريزولتا الكل باين صحيح حتى التفوق معناها البارون مثلا حاجته بولده مثلا باش يقعد مثلا في نفس المستوى يتفوق، ما يهزوش كوليج عادي، يهزوا الكوليج مثلا السي في توبي الكل. وين هنايا في كوليجنا نحن خاطر نحن كلنا يصنف من افضل المدارس. فما عباد تسكن بعيد ما يناسبهاش الوقت جملة زيادة، تلقى صعوبة عندك ساعة كروز تروح تلقى روحك عندك ترجين كروز وبعد ترجع تجري باش تقرا. عايشة خليل. لينا وزينب كما راه عندكم حسن. لينا عليه أنا أرى اللي توقيت مناسب جدا يعني، وهذاك هو خاطر فما برشا كلاسات عندنا في الكوليج، والتوقيت هذاك هو هم القوة المناسب، فما شوية راحة ومش ضاغطين علينا برشا ضغط، خاطر نورمالمون احنا نراعيهم خاطر عندهم برشا كلاسات وهما يعني نجموا يرتبوا الأوقات فيما يرضي الجميع. أنا شارك لينا الرأي ونخالف خليل، على خاطر فما نحن في كلاسنا مثلا حاولوا الأساتذة إنهم ما يخلوناش ساعات كروز، على خاطر فما برشا صغار يعني ما تلقاش وين تمشي في ساعات الكروز، دونك تقعد نجم تقعد في المدرسة، وزيد نحن عاملين فما مكاتب يعني فما مكتبة نجم تقعد فيها، اي فما زيد دي كلاس يعني يبداو فارغين تنجم تقعد فيهم. اما في القانون ما عندكش الحق تقعد في الكلاس الفارغين. اي تنجم تمشي مثلا نحن عندنا يعني بيبليوتيك نقعدوا اي فيها. حتى بيبليوتيك وش تينا ساعات تلقى مسكرة. اي اما نحن مثلا بالنسبه لنا نحن ما عندناش ساعات كروز، يعني الوقت مناسب عندنا قليل وين أي عندنا ساعات كي الاستاذ يغيب مثلا. هي اما تبدا مثلا يعني هكا وصلنا لاخر حلقتنا، نشكركم برشا اللي جيتوا وان شاء الله نتقابلوا في برنامج واحد اخر.